باذن الله النهارده هنعرف خريطه المشاكل بتاعه منطقه القطنيه، هنعرف تقريبا كل الاسباب اللي ممكن تسبب لنا الم اسفل الظهر والالم في المنطقه ديت، ونبذه مختصره عن طرق العلاج، وهديك 3 تمرينات في اخر الفيديو هديه. ان شاء الله لو استمريت على التمرينات ديت الم اسفل الظهر هيقل كتير جدا. فيلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. اول حاجه بنتكلم على الاسباب. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى مشاكل والام اسفل الظهر او الم فقرات القطنيه؟ لانه اذا عرف السبب بطل العجب. هنصنف الاسباب اللي ممكن تعمل لنا الام اسفل الظهر بشكل عام ل5 اقسام. اول حاجه ان الم اسفل الظهر بتاعك يكون سببه العظم نفسه، عظم الفقرات القطنيه او عظم العمود الفقري نفسه. مشاكل زي ايه؟ خشونه الفقرات، خشونه في مفصل الفاسد جوينت او المفاصل بتاع العمود الفقري، الكسور بانواعها، اورام العظام لا قدر الله، بعض الاورام اللي بتيجي في العظام سواء كانت اورام حميده او خبيثه، اي تغير في شكل العمود الفقري زي الكيفوزس او الاتب او الهايبرلوردوزس او التقعر القطني او السكوليوزس او التقوس الجانبي بتاع العمود الفقري او الجنف، او حتى الفلات باك او استقامه الفقرات القطنيه نتيجه شد عضلي قوي. تاني سبب ممكن يعمل لنا الام اسفل الظهر وهو التهابات او مشاكل مناعيه موجوده في الجسم زي مرض الانكلوزنج سبونديلايتس، ده احد الامراض الروماتيزميه اللي بتصيب العمود الفقري بشكل خاص وبتعمل لنا الام اسفل الظهر. السبب الثالث مشاكل موجوده في العضلات، وفي الغالب المشاكل دي بتكون اعراض وليست امراض، يعني المشكله مش في العضله نفسها لكن المشكله في حته ثانيه في العضله هي اللي بتشتكي. مشاكل بتبدا بالشد العضلي او الماسل سبازم، تمزق عضلي او ماسل سترين، عدم توازنات عضليه او ماسل امبالانس، اجهاد عضلي او بنسميه ماسل فاتيج، ضعف العضلات وده مشهور قوي 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 بنسميه ماسل ويكنس. طبعا هنا بنتكلم بشكل اساسي على ضعف عضلات الكور او عضلات الجذع الموجوده حوالين منطقه البطن وبتدعمه كويس جدا. تقويه العضلات دي يا جماعه من اهم الخطوات اللي ممكن تعملها عشان تبدا تحمي ظهرك من الام اسفل الظهر. ثالث حاجه ممكن تسبب لي مشاكل في منطقه الفقرات القطنيه او الام اسفل الظهر وهي الاعصاب. حصل ضغط بطريقه ما على الاعصاب الموجوده في الفقرات القطنيه ادى الى التهابات في الاعصاب دي وبالتالي الام في المنطقه ديت. الضغط دوت ممكن يكون عن طريق انزلاق غضروفي مثلا او خشونه متقدمه في الفقرات القطنيه فبدا يطلع منها ليبنج او بدا يطلع منها زوائد عظميه او اوستيوفايتس بدات تضغط على الاعصاب ديت. اول حاجه الثالثه ان يبدا يحصل ضيق في القناه الشوكيه او يبدا يحصل تضييق على السباينال كورد او الحبل الشوكي بتاعنا. خامس حاجه مش لازم نهملها وممكن تكون سبب في الام اسفل الظهر اللي عندنا هي مشاكل في الاعضاء الداخليه بتبدا تسمع لنا في الام اسفل الظهر. مشاكل زي حصوات الكلى، التهابات واحتقان البروستاتا، مشاكل المبيض عند السيدات، القولون لو عندك مثلا قولون عصبي او اي مشاكل في الامعاء الغليظه ممكن تعمل التصاقات داخليه. الالتصاقات دي بتؤدي الالام اسفل الظهر. فامتى بنفكر في الحاجات دي؟ والله لو استثنينا كل الاسباب الاخرى ولسه الام اسفل الظهر اللي عندنا ومش بتخف بنبدا نفكر في الحاجات ديت وبنوديك لدكتور متخصص في الحاجه بتاعتها. كده يا ابطال بقى عندكم خريطه لاسباب مشاكل الفقرات القطنيه كلها. طبعا بناء على المشكله اللي موجوده بيكون العلاج بتاعها. طبعا المشكله مثلا في العظم خاصه بالكيرفات بتاع العمود الفقري، عندك اتب فمحتاجين نفك الاتب دوت. لو الاتب اتفك تاثيره على القطنيه هيبدا يقل فالام اسفل الظهر هتبدا تروح. لو عندك تقعر قطني او بروز في المؤخره او زياده في التقوس بتاع الفقرات القطنيه وعالجنا ده اتظبط الالم هيقل كتير. لو عندك فلات باك او ظهر مستقيم في عضلات ظهرك مثلا متشنجه بدانا نفك العضلات ديت باسترتشات وحاجات زي كده الالم هيبدا يقل. لو عندك انزلاق غضروفي ضغط على الاعصاب فالاعصاب مؤديه ان الالم موجود فعالجنا الانزلاق الغضروفي فالضغط على الاعصاب هيبدا يقل وبالتالي الام ظهرك هتبدا تقل. لو مثلا في مشاكل في الاعضاء الداخليه زي القولون مثلا فعملنا حاجه اسمها كولون ريليز او فكينا القولون او الالتصاقات الموجوده في القولون وطبعا ظبطنا الاكل بتاعنا وعالجنا القولون اللي هو السبب الاساسي. هتستغرب لما تلاقي الام اسفل الظهر راحت اللي كنت ادي لك سنين عندك وفاكرها ما بتروحش. جاي لك بقى صديقي دلوقتي وجايب لك 3 تمرينات هديه هينفعوا معاك ايا كانت الحاله بتاعتك ايه وهيقللوا لك الام اسفل الظهر كتير جدا. بس قبل ما نقول التمرينات ديت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك جامد جدا، لايك جامد وشير الفيديو دوت عشان نبدا نفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. اول تمرين معانا وهو الكات كاو بوز. مره بتعمل زي الكات ومره بتعمل زي الكاو. بتثبت فوق 5 ثواني في وضع الكات وتنزل تحت وتثبت برده 5 ثواني في وضع الكاو وتكرر الحركه دي من 20 30 مره. تاني تمرين ووضع هيفيدك جدا 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 واسترتش هيفرق معاك قوي. الوضع ده بيستريح فيه ناس كتير قوي من اللي بتعاني الام اسفل الظهر وبعتوا لنا الاف الرسائل بتشكروا لنا في التمرين دوت. بنسميه ماكنزي اكستنشن. بتستلقي على وجهك بالشكل دوت او على بطنك تبدا ترتكز على كيعانك بالشكل اللي انت شايفه وتثبت في الوضع ده. مش عايز وسطك يترفع من على الارض، مش عايزك تحس باي ضيق. المفروض الوضع دوت يكون ما فيهوش اي الم خالص في اسفل الظهر او في رجلك وتثبت في الوضع دوت 60 ثانيه، دقيقتين، 3 دقايق على قد ما تقدر تستحمل. وطبعا الاوضاع ديت ما ينفعش يبقى فيها الم. لو حصل فيها الم في رجلك او حسيت ان الالم بيزيد في ظهرك وقف التمرين فورا. ثالث تمرين هو بنضرب بيه كذا عصفوره بحجر واحد. هتبدا تقعد بالشكل اللي انت شايفه ده ظهرك للحيطه، رجلك الشمال مفروده، رجلك اليمين تانيها وعامل لها كروس للناحيه الثانيه بالشكل اللي انت شايفه دوت. هتبدا تلف بجذعك ناحيه اليمين وبعدين بايدك الشمال او كوعك الشمال تزق بيه ركبتك للخلف فبتكون عامل زي عصر كده في ظهرك واسترتش في عضلات البايريفورمز وتثبت في هذه الوضعيه 30 ثانيه. وطبعا مره كررها يمين ومره كررها شمال هتحس براحه كده. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال. السلام عليكم.